رجل مستهدف. شو الرجل؟ اي مستهدف؟ بالعكس ما كانش مستهدف ابدا، ودليل على ذلك انه احنا قلنا له اذا كانت تحب نحميك تحميك، ثم انت لما تكون مستهدف تذهب الى بلد اجنبي يحارب الثوره التونسيه وتقبل منه سيارتين مصفحتين، هذه عمليه كانت من المفروض انها تؤدي الى المحاكمه بتهمه الخيانه العظمى، لكن هو كان عنده الاعلام وكان عنده كذا، الشيء الذي لم يكن يقبل ابدا مني، انا لو فعلت هذا الشيء لو جاتني زو سياره مصفحه من اي دوله اجنبيه لقامت القيامه ولم تقعد. هذا الرجل يعني وهنا اكتشفنا انه هذه الامارات بدات تخطط لازاحتي كما خطط لازاحه مرسي، كما خطط لازاحه حتى رئيس جمهوريه الصومال. تصور انه رئيس جمهوريه الصومال نفسه حكى لي كيف انه الامارات تدخلت داخل قبيلته لكي تدفع لاولاد عمه 9 من قبيلته انهم يترشحوا ضده. خبرني عنك، كيف كانت تحاول الامارات ازاحتك من السلطه؟ بالاعلام الفاسد بالاساس، بالاعلام الفاسد، الاعلام الفاسد كان كله وخاصه بتمويل، انا اعتبر انه صار فيه تمويل، والدليل على ذلك اكتشفنا يعني نظرا والحمد لله انه في وطنيين في يعني في الديوانه في الجمارك هم الذين، لكن انا